الوحص لوحة خضراء عذبة زلال، وجوا نقيا ومناخا جات اعتدال، فلا يجد الناظر لوديانها الخضراء سوى انشراح الصدر وهدوء النفس، أو أن تظللها الغيوم أحيانا فتكسيها بهاء وجمال. الوحف منطقة قديمة وتاريخية تقع في الجزء الغربي من مديرية فيسوفال محافظة إب، تحيط بنواحيها الجبال، مما يجعلها ضمن المناطق التاريخية المحصنة. لها سوق متواضع يلبي احتياجات أبناء المنطقة اليومية. تميزت الوحص عبر العصور بالعلم والعلماء، فقد نالت شرفا في التعليم، فبنيت بها المساجد والمدارس، وسكنها أهل العلم وانتسبوا إليها، ولها معالمها التاريخية والتي تعد في طي النسيان. يتبع عزلة الوحص 11 قرية، منها قرى كبيرة كقرية الجمع، والتي تقع فيها مدرسة الياقوت وفرع المنزل والصالة الغربية وقرية الوادي وغيرها، وقرى أخرى متوسطة كالصرحين والمجعارة والمحراق والصال وبيت عقيل وغيرها. ومن القبائل التي سكنت عزلة الوحص بيت المنصوب وبيت سالم وبيت الحدي واليوسفي وبيت جياش والعبيدي والحسام وبيت والقادري. ومن المعالم التاريخية في منطقة الوحص مدرسة الياقوت أو الياقوتة، وتقع في الجزء الشمالي الشرقي لسوق الوحص المتواضع، وفي الجهة الشمالية الغربية من مدرسة الشهيد الحديثة. وحسب أقوال أبناء منطقة الوحص تسمى المدرسة بالياقوت أو الياقوتة، وأنها أنشئت قبل 800 عام. لن نجد لها ذكرا في كتب التاريخ، وبالعودة إلى كتاب التاريخ ومؤلفيه نجد منطقة الوحص مرتبطة ارتباطا وثيقا بقرية بحرانة وحصنها التاريخي. وقد ذكرت الوحص في معجم البلدان للمقحفي بقوله أنها تقع بالقرب من حصن بحرانة في منطقة السيف. وقد تكون مدرسة الياقوت هي المدرسة النظامية التي ذكرها القاضي إسماعيل الأكوع في كتابه المدارس الإسلامية في اليمن، عند ذكره للمدرسة النظامية بقوله كانت في قرية الوحص في ناحية بحرانة من أعمال ناحية زيسوفال، وتقع جنوب حصن بحرانة في الغرب من زيسوفال بعد نحو 2 ساعة مشيا بالأقدام. اجتناها نظام الدين مختص بن عبد الله المظفر، وقال الشعبي في تاريخه في ذكر محاسن نظام الدين مختح كان له من الصدقات ما لا ينحصر عده، منها أنه أنشأ في قرية الوحص المعروف ببلاد أحرانة مدرسة حسنة وذرة ثاقية فيها الماء من جبل الفرع على المدرسة المذكورة والقرية، وصرف على ذلك مالا جزيلا، واشترى أرضا جليلة متوالية في الوحص وما ولاها في عرر من محارف الوحص من أجداد فقهاء السهلة، ووقفها على إصلاح ذلك وعمارتها ونفقة مدرس ودرسة ومعلم وعيتام كشروط سادته في مدارسهم. انتهى. ومن معالم الوحص جامع صال، والواقع وسط القرية غربا من سوقها المتواضع. وحسب أقوال أبناء المنطقة فإن الجامع أنشأ جزءا منه أحمد بن حيان، والجزء الآخر أنشأه أحمد بن علوان. ولكن بالعودة إلى كتب التاريخ ومؤلفيه نجد أن العالم عثمان بن محمد بن عمر بن أبي بكر الهزاز اليحاوي قد يكون هو من أنشأ الجامع،
فقد ذكر القاضي إسماعيل الأكوع في كتابه المدارس الإسلامية في اليمن بقوله: وأصلهم من العقيرة، ابنى مسجدا بقرية الوحص بالقرب من مسكنه، ولم يعرف تاريخ وفاته. وقال الدكتور عبد الولي الشميري في كتابه أعلام اليمن ومؤلفيه: أصله من قرية العقيرة من عزلة شوائد، سكن مدينة تعز، كما سكن قرية الوحص من ناحية فلسفال، عالم ومدرس، وبنى مسجدا بالقرب من داره، ومات بعد سنة 623 هجرية 1324 ميلادية، ومن العلماء الذين ينسبون إلى منطقة الوحص العلامة ولي الدين عبد الولي بن محمد بن عبد الله الوحصي. جاء في كتاب طبقات صلحاء اليمن للبريهي، ومنهم الفقيه الصالح العلامة ولي الدين عبد الولي بن محمد بن عبد الله الوحصي بلدا، الخولاني نسبا. وقال عنه الدكتور عبد الولي الشميري في كتابه أعلام اليمن ومؤلفيه: ولي الدين الوحصي نسبة إلى قرية الوحف، ولد في قرية القرين من الوحف، وتوفي في تعز سنة 839 هجرية 1436 ميلادية. وكذلك العالم المحقق محمد بن داود بن عبد الله الوحصي. قال الدكتور عبد الولي الشميري في كتابه أعلام اليمن ومؤلفيه: تولى القضاء في تعز ونواحيها، كانت أحكامه نافذة، لا يعترض عليها بحكم ولا ينازع فيها منازع، وكان ذو سكينة ووقار، محبا للعلم، محبوبا عند عامة الناس وخاصتهم. ومن تلاميذه الفقيه أحمد بن عبد الولي بن محمد الوحصي، وتوفي سنة 886 هجرية 1481 ميلادية. ويقول الأستاذ محمد عبد الله القرشي في مدونة أن حصن بحرانة كان يعرف قديما باسم الوحص. يرجى الاشتراك في القناة والإعجاب وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.